السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسفة ان بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس كان عندي مشكلة كده في الطيور، فحبيت ان انا اعالجها الاول وبعد كده اجيلكم. انا كنت مسافرة يومين فسبت الطيور مع حد، يعني يعني حد يراعيها. فجيت بقى لقيت الحاجة في حاجات ميتة، وجيت لقيت في حاجات كمشانة كده ومش حلوة يعني. فانا حبيت اصور لكم فيديو من البداية خالص كده، ان اشوف الفراخ البيضة اللي عندي. انا عندي 20 فرخة بيضة اهم زي ما انتم شايفين. يعني لسه فاتحة عليهم العشة دلوقتي، وقلت اوريكم من البداية كده خالص. اولا الفراخ دي، الكتاكيت البيضة دي، انا جيت لقيتها صغيرة جدا وما بتاكلش وعندها بقى اسهالات في بني وفي ابيض وكده. فالمهم انا حبيت ان انا اعالجهم الاول عشان اقدر اصور بيهم يبقوا كويسين. فهنا زي ما انتم شايفين انا لسه بفتح العش عليهم، ولسه ما غيرتش الفرشه بتاعتهم ولا حطيت لهم ميه الصبح دلوقتي ولا اكل ولا اي حاجه خالص. آه، طبعا انا جبت من الصيدلي، جبت حاجات للنزلات المعويه. اللي هو دواء بودره كده، الكيس ب10 جنيه. جبته للي هو للنزلات المعويه اللي عندهم والاسهالات وكده. زي ما انتم شايفين انا هنا بصور لكم، بوريكم الغلط اللي كان قبل، اللي حصل قبل كده، ان الشوال ده مفروش، وطبعا ما كانش عليه تبن ولا حاجه. فكان زي ما انتم شايفين كده ان الميه اللي بتنزل على في العشه نفسها، فبالتالي بتبقى مبلوله تحتين، فده اكبر غلط. طبعا اول حاجه انا عملتها ان انا نضفت مكانهم الاول حلو قوي، وفرشت لهم فرشه نظيفه، واشتريت لهم تبن. انا الاول ما كنتش يعني انا قعدت ما رضيتش اجيب تبن. ليه؟ لان التبن كان بيخش في الاكل وبلاقيه في الميه، بس انا لقيت ان التبن هو احسن حاجه، لان طبعا انا ما لقيتش نشاره. فلقيت ان التبن حلو قوي، ان هو هيشرب الميه على الاقل، مش هتبقى ميه مباشره عليهم على طول. هيشرب الميه وهيقلل الرطوبه اللي تحتيهم. فزي ما انتم شايفين كده انا قلت بسم الله، وغيرت لهم الفرشه، وحطيت لهم تبن نضيف و... ودي زي ما انتم شايفين كده هم ما شاء الله. طبعا انا بقالي 3 ايام باكلهم كويس، باكلهم 3 وجبات في اليوم، مع بتاع العلاج اللي هو بتاع النزات المعويه، كيس البودره اللي هو جايباه من المعمل بتاع الفراخ. وطبعا بحط لهم، بغير لهم في الميه، بحط لهم مره اسبرين، وحطيت لهم فوار للبرد. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هم بقوا كويسين. فطبعا حبيت اصور لكم، ما حبيتش اصور لكم وهم تعبانين كده وراكنين على جنب وما بياكلوش وكده. فزي ما انتم شايفين كده طبعا العشه مبدئيا كده ضاقت عليهم وصغرت عليهم قوي، لان ما ينفعش ما شاء الله العدد دوت يبقى في المكان الصغير ده. هم وهم صغيرين المكان مناسب ليهم قوي قوي، لكن وهم كبار طبعا المكان الصغير ده هيخليهم ما يكبروش. هيخلي لو في واحد فيهم تعبان هيعدي الكل، غير لما بيبقى المكان واسع. فطبعا انا عايزه اقول لكم ان انا من غير بقى ما نقول افتكاسات وقعدت احط مش عارفه ايه على العلف، لا انا بصوا انا حاجتين بس اللي عملتهم: العلف اللي هو 23%، وحطيت عليه دشيشه عشان تقويهم شويه. والدشيشه فعلا عايزه اقول لكم ان انا كنت بحط الدشيشه بعد ما يكملوا مثلا ايه 25 27 يوم. لا انا هم دولت بقى عندهم حوالي 10 ايام، انا حطيت لهم مع العلف دشيشه. قلت تغذيهم اكتر، والدشيشه بتبقى خشنه، فعلشان تفضل اكبر وقت في الحصاله بتاعتهم اللي هي تعتبر معدتهم، فما يحسوش بالجوع. فهنا بصوا زي ما انتم شايفين انا حطيت العلف، وطبعا انا غيرت نوع العلف لان انا جبت علف 23 برضو في المية هو، بس انا جبت حبيبات شويه اكبر، مش ناعم قوي، في وسط، وفي ناعم قوي، وفي خشن شويه. انا جبت الوسط على قد عمرهم، بس هو 23%. لسه العلف البادي. طبعا هنا حطيت معاه زي ما قلت لكم الدشيشه، بس انا حطيت دشيشه خشنه، ما حطيتش الناعمه، علشان تفضل اكبر وقت في معدتهم، ما يهضموهاش بسرعه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله انا حطيت لهم، وطبعا بقى يعني بياكلوا كويس قوي هم زي ما انتم شايفين، وبقوا كويسين. غير طبعا الاول انا ما حبيتش اصور لكم وهم هزلانين قوي، عشان اللي بيربي ما يجيلوش احباط ويقول لا ده الحاجه بتتعب بسرعه. لا يعني انا حبيت ان انا اوريكم وهم في احسن صوره. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله مريشين. طبعا حجمهم طبيعي طبعا على 10 ايام، حلو قوي قوي حجمهم دوت على 10 ايام.
طبعا لحقتهم بسرعة قبل ما، يعني الحمد لله مفيش حاجة منهم ماتت، ولكن كانوا طبعا الإسهال قلل من حجمهم شوية كده. لكن الحمد لله هم دلوقتي بقى كويسين، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله مريشين. انا مقربة الكاميرا عليهم كده قوي عشان اوريكم ان هم مريشين ازاي وحجمهم بقى قد ايه. انا للاسف ما عنديش ميزان اللي هو بيوزن الطيور وكده، اللي هو انا عندي حد ميزان اللي هو مش هينفع ان انا اوزن عليه صغير كده، مش هينفع ان انا اوزن عليه الطيور. بس انا ان شاء الله هجيب واحد باذن الله اوزن عليه الطيور عشان اعرف وزنها اول باول. هنا انا برفع لكم الجناح عشان اوريكم ان تحت الجناح مريش، وان يعني الجناح بتاعه مريش، ومن عند الورك بتاعهم هو الريش بدأ يطلع، وتقريبا هم كلهم كده اتكسوا ريش، يعني بقوا ما فيش، يعني بقوا الحمد لله حلوين. طبعا اهم حاجه ان انت اول ما تلاحظي ان الطيور بتاعتك تعبانه ان انت بسرعه تلحقيها قوام. وبعدين ما شاء الله الفراخ البيضاء اللي هي القب دي بتتحمل درجات الحراره، وفي نفس الوقت بتحمل المرض، ولما بتديها علاج بيعمل معاها مفعول بسرعه. عندها قابليه سريعه جدا ان هي تستفيد من العلاج اللي بتاخده. والحمد لله انا ما اديتش علاج كتير غير هو بس الكيس اللي هو بتاع النزات المعويه اللي هو قلت لكم عليه دوت. وقبل كده انا كنت صورته لكم في الدوره اللي فاتت وريته لكم. فدوت مفروض ان احنا ما بنستغناش عنه، بيبقى موجود عندك على طول في البيت علشان اول ما تلاقي حاجه زي كده ان انت تبداي على طول تعالجيهم. وطبعا الميه انا ما حبيتش احط في الميه، يعني انا حط لهم الميه هي نظيفه، ما حبيتش احط فيها اي اضافات تانية، لان انا بقالي 3 ايام بحط لهم فيها مغيره طعم الميه. طبعا بحط لهم فيها اسبرين، بحط لهم فيها فوار، بحط فيها عسل عشان يعوض الفاقد بتاعه اللي هو الفاقد من السائل اللي هو في جسمهم. يعني انا بحط لهم فيه حاجات. فانا النهارده لما حطيت الميه حطيت الميه بيضه نظيفه من الفلتر ما فيهاش اي حاجه خالص. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله طبعا انا النهارده او بكره باذن الله هبدا اطلعهم في عشه اكبر عشان ياخدوا راحتهم اكتر، وعلشان ان هم يكبروا، وعلشان ما يبقاش في تفاوت في الاوزان. لما الواحد بيربيهم في مكان صغير زي ما انتم شايفين يا دوبك هم واقفين فيه بالعافيه، يا دوبك مساحه صغيره جدا اللي بيتحركوا فيها. لما بتعملي كده وبتربيهم في مكان ضيق عليهم طبعا بيبقى في عندك تفاوت في الاوزان. مش كل الطيور اللي عندك بتاكل، لا في حد بياكل وفي ما بياكلش، بس هم هنا ما شاء الله كلهم بياكلوا. بيبقى الحركة بتاعتهم بتبقى قليلة. فطبعا الحركة القليلة دي ما بتخليهمش ياكلوا كويس، لان هم ايه اللي بيخليهم ياكلوا كويس؟ ان هم بيتحركوا كتير، بيجروا في العشة، فدوت بيخليهم ان هم يقبلوا على الاكل وبيسحبوا من العلف كتير، فدوت بيزود من وزنهم. طبعا يعني يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وارجو ان انتوا تبقوا زعلانين مني. ويا جماعه يعني يا ريت كل يتفرج يعمل لي اشتراك. انا برضو من ضمن الاسباب برضو ان عندي بلاقي المشاهدات ما شاء الله عاليه، معديه ال 500، معديه في فيديوهات معديه ال 1000، في فيديوهات برضو لو رجعتوا من الاول هتلاقيها معديه ال 2000 و3، بس بلاقي عدد المشتركين قليل. طب يعني مجهودي، يعني يا ريت حد يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك كده، يعني هو تشجيع، من باب التشجيع مش اكتر. هو الاشتراك واللايك مش هيعمل، مش بفلوس ولا اي حاجه، احنا كده كده بنتفرج وكده كده. يعني انا حتى لو بفيدكم بمعلومه صغيره قوي. وبشكر كل الناس اللي سألت عليا وانا مش موجوده، واتمنى الخير للكل، واتمنى ان كلنا ان شاء الله نستفيد من بعض. وكل اللي عندها طيور، طبعا الفراخ الطيور اللي احنا الكتاكيت الصغيره اللي كنا بنشتريها هي كانت نزلت فترة كده، بس الايام دي انا بقرأ ان هي وبسأل ان هي سعرها عالي عن الاول. والعلف كمان احتمال ان هو يعلى عن كده. فكل اللي عنده طيور يا ريت ان هو يحافظ عليها كويس قوي، ينتبه لها قوي. مش عيب انك انت تبداي الدوره بتاعتك وتديها ادويه وتديها حاجات من طول ما هي في الحدود المسموح بيها. دوت مش غلط، ولا ان انت مش عارفه تربي او كده، لا. لو انت بتربي طيور وحسيتي فيها ان هي تعبانه، مش غلط ان انت تديها ادويه، لكن الغلط ان انت تديها حاجات مش معلوم مصدرها ايه او هي ايه بالظبط. لكن انت لما تجيبي كيس مثلا زي اللي انا جبته، كيس العلاج ده، كيس الفوار، بتجيبي حاجات من المعمل هي مكتوب عليها تكوينها ايه، وما بتضرش الطيور بتاعتك ولا بتضر الانسان اللي بياكل الحاجه ديت. فعايزه الكل ان شاء الله يتشجع، ونبدا كلنا ان شاء الله ان احنا نربي في اضيق الحدود. لو انت حتى ما عندكيش مكان، حتى لو هتربي في كرتونه وتحطيها في البلكونه، لو هتربي في عشه صغيره زي اللي انا مربيه فيها دي، فعايزين نشجع بعض. والتربيه طبعا بتبقى فيها توفير عالي جدا،
ومع ان العلف غالي، يعني الكيلو ب30 جنيه، لكن برضو مهما تربي ومهما تصرفي هتلاقي ان انت طبعا ارخص من بره بكتير. وارجو ان انتوا تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك لو وصلتوا لحد هنا، واتمنى ان انا دايما اشوفكم ان شاء الله في احسن حال، واترككم في رعاية الله. مع السلامة. وعايزين قبل ما نقفل نصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا ريت كلنا نردد مع بعض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي الفايدة الحقيقية من الفيديو. والسلام عليكم.